قلب بعد ما شطفت الفراخ بتاعتنا معايا الحله اهي، سخنتها جامد. هشوح الفراخ دول على الصدمه بتاعتي. التشويحه دي بتديكي احلى كده يا حبايبي. هي بتنزل الزياده اللي فيها هي وقلبتها كده بقى الفرخه قلبتها على الوش التاني. هننزل معايا ده فلفل، قرنين فلفل على طماطمايه على بصلايه مضروبين في الخلاط اهي. كده هتاخد وتدي مع بعضها. احنا من الاول بنعلي النار نجيلها الصدمه وبعدين بنوطي النار. دلوقتي معاها البصل معاها الفلفل معاها الطماطم معاها الفرخه متشوحه شويه كده، وهننزل بالملح والفلفل الاسمر شويه ميه. حبايب قلبي انا كده ضفت الميه اهي والملح وفلفل، وهنغطي على الفرخه بتاعتنا بقى، نوطي عليها تاخد وتدي كده واوريها لكم لما تستوي ونجهز بقيه حاجتنا. انا كنت هعمل كيس ملوخيه، انا كنت مفرزه ملوخيه في الفريزر بس خلصت، وان شاء الله نعملها معاكم فيديو الملوخيه المتفرزه والناشفه باذن الله. فلقيتها خلصت، فانا كنت مرتبه ان انا اعمل كيس جنب الفرخه. فدلوقتي بقى بدل ما فيش ملوخيه هنعمل بطاطس بتقليه او فاصوليا او اي حاجه. هبعت اجيب فاصوليا، لو لقيت في المحل فاصوليا ماشي، ما فيش هنعمل بطاطس طبيخ. خليكم معايا. دي الشوربه بتاعتنا جميله ازاي، ودي الفرخه استوت اهي وطلعتها، ودي الشوربه بتاعتي روعه. هنكمل بقيه الاكل بتاعنا. انا دلوقتي هنعمل بطاطس بتقليه. قلبي احنا هنعمل ايه؟ البطاطس بتقليه. فانا معايا دي بصله متقطعه هنحمرها مع بعض، نحط عليها الزيت وهضرب طماطم عشان نعمل ايه البطاطس كده. حبايب قلبي ايه الشعريه معايا بحمرها هي، ودي ايه الطماطم معايا. البصله اصفرت ونزلت بالطماطم تتسبك عشان ايه ننزل بالبطاطس بتاعتنا نعمل بطاطس بتقليه مع بعض كده. الشعريه بنخليها لحد ما تاخد اللون الذهبي، وبعدين ايه تنزلي بالرز تديله تشويحه، وبعدين يبقى معاك كاتل او براد تنزلي بالميه او تنزلي على الشعريه بميه تغلي عادي نفس الطعم. خلينا معاها لحد ما تاخد اللون الذهبي يا حبايبي. معايا البصله بتحمر اهي، ومعايا ايه الحله دي هنعمل فيها الرز. طفينا الشوربه بتاعتنا اهي، ودي الطماطم اتسبكت هننزل بالبطاطس، وبعدين دي الشوربه انا صفيتها وحطيتها في حله تانيه اهي علشان ايه هعمل منها شويه لسان عصفور واعمل منها ايه البطاطس بتاعتنا كده. حبايب قلبي الشعريه بتغلي اهي، وانا هنزل بالرز بتاعنا وكده. البطاطس شغاله وصفيت الشوربه عشان هعمل شويه لسان عصفور عشان اسقي اللسان بالشوربه. بما ان عنده شوربه اعمل طبق لسان عصفور جنب الاكل، يبقى معانا رز بشعريه ولسان عصفور وفرخه وبطاطس بتقليه كده. حبايب قلبي دي شويه لسان عصفور كان عندي احمرهم، بما ان عنده شوربه بان ايه نعمل طبق لسان جنب الاكل كده، ومعاه رز بتردد والبطاطس بتستوي، وهنحمر الفرخه بتاعتنا كده. حبايب قلبي اللسان بتاعنا خد اللون الذهبي اهو، لازم يبقى لون موحد كلاته، وما تحاوليش تحرقيه او تحمريه عن كده، هو ده اللون الحلو. ايه ودي معايا الشوربه طبعا اللي مصفياها. شايفين الشوربه بتاعتنا بنغسل بقى عشان البخار كده. حبايب قلبي ايه معايا دي هحمر فيها، ودي الفرخه بتاعتنا مستنيه الزيت يسخن عشان نحمر الفرخه. حبايب قلبي الفرخه بتاعتنا بتتحمر اهي، وكده الرز بتاعنا بيتردد واللسان اهو. الاكل بتاعنا تقريبا جاهز كده. حبايب اكلي كده يا حبايب قلبي ايه الاكل بتاعنا جاهز. شوفوا اللسان بتاعنا جميل ازاي، دي اللسان بتاعنا، ودي الرز بتاعنا استوى اهو جميل، ودي البطاطس بتاعتنا، ودي ايه الفراخ بتاعتنا بتحمر اهي. بس الاكل عشان ساخن البخار طالع، فده شكل الاكل بتاعنا. هنغرب بقى مع بعض كده حبايبي. ده شكل الاكل كده. سفرنا النهارده دي كان غدانا. الغدا يفتح النفس اهو، رز بشعريه لسان عصفور فراخ مسلوقه ومتحمره، والفرخه ما تسلقوهاش شوحوها واعملوها بطريقه النهارده جميله جدا. وده لسان عصفور، وده بطاطس بتقليه. اتفضلوا معانا، وده ليمون برده عشان اللي حابب يعصر على اللسان. اتفضلوا معانا، ويا ريت اللي يعجبه الفيديوهات بتاعتنا ما يحرمناش من اللايك والكومنت الجميل. والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.